السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين بعد عمكم. تحياتي لكم جميع المتابعين اينما كنتم. رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم الكوميدي الساخر، برنامجكم عمكم الحجي. خليكم ويانا او لا ترحون منا ومنا، وجهك يمي بعد عمك. بعد عمكم الوضعية صارت فيطي والعيب صار بالجيب. شوفوا صديق كذيب، والكم وين المستحى؟ وين الخجل؟ وين هذا المكان؟ خلنا نروح لنا على بهاتهم. ها شنو عمي؟ صديق كذيب، والكم الولد يستحي يرقص والبنت تقمز النوب ما شاء الله، كل وحده شادت لها دعاميه. وينها وينها؟ شنو السالفه؟ ما تقولوا لي شنو السالفه؟ لا والنوب اتكت لك بعض العالم من نتعلق. ها يا اخي انا دايخ، يعني انا هسه راح انسطر، يعني هاي العالم قامت تأيد الغلط ها او تحكي على الصح؟ والكم وين صايره هاي؟ يعني بعض الناس تعلق على هذا الفيديو يقولون ايه شكوا بيها عائله خاصه وطالعين سفره بيناتهم. ها شا بعد عمك من كون عائله وخاصه شا هو الخاص يرقص بالشارع قدام العالم؟ ها شا هو هذا الخاص؟ روح ببيتك وارقص للصبح، يا اهل اللي يزمك ويا اهل يقول لك على عينك حاجب ويا اهل يحاكيك. ها شا موش يقولون البيوت اسرار كل شيء يصير بيه؟ عالم ما تدري. هسه انت تدري بي انا شو اسوي بالبيت ما اسوي؟ ما تدري، بس مو فاضح روحك بالشارع او تتمرقصين. ها والتصوير غير خاص هذا عمي، هاي غير عائله خاصه. استحوا شويه، استحوا واحكوا كلمه الحق، لا تظلون عايشين على الكلام التافه. ها بطلوا هاي سوالفكم، من الغش للغش اركم كوني. والله الفنان ثامر الشطري ينتقد بعض الاساليب في الاعمال التلفزيونيه. خلينا نشوف هذا الكلام. يعني اذا تسمحي لي واكون شويه جريء. لا اوكي، لان هم يدفعونا على الجرأه. يعني مشاهده الملابس الداخليه النسائيه في الشاشه العراقيه وفي شهر رمضان وتستعرض في عمل درامي، وهاي كنت لابستها إلى لو نسيتيها على السريره وتشمرها وتلزم فعلا هذه مشكله. العمل التلفزيوني غصبا على العائله، مفروض على العائله انه يشوفها، يعني بمعنى انه هو يدخل لك للبيت، يعني انت تشوفه بالبيت، يعني تفتح التلفزيون يطلع لك، مو سينما مثل قبل وتروح تتعنى له وبكيفي اروح للفيلم او ما اروح، او مسرحيه بكيفي اروح للمسرحيه او ما اروح. انت جاي تدخل للمطبخ، جاي تدخل لي بغرفه نومي، تلفزيوني بالغرفه مال النوم انت جاي تدخل لي بيه، تدخل لي بالصاله، تدخل لي بالمقهى، بالكوفي، باي مكان انا قاعد بيه، انت جاي تحاصرني، فمن تقدم لي وانت محاصرني قدم لي شيء نظيف. حلو حلو، كلام جدا حلو. الفنان ثامر الشطري ينتقد الشغلات السلبية اللي جاي تطلع بالمسلسلات مثل ما ذكر هو. زين، احنا هسه شو نقول هذا تمثيل، ولو هو غلط وصحيح وكلامك صحيح انت، بس احنا شنو نعتبره تمثيل. زين، كيف اذا بالحياة الخاصة او حياته اللي جاي يقدمها خارج التمثيل، يعني حياته اليومية، ها اذا كان هذا الشخص اللي يقدم حياته اليومية هو شيء غير اخلاقي، ها مو تمثيل، حقيقة مو تمثيل، شنو راح يكون الكلام؟ خلونا نشوف هذا الفيديو للأستاذ الفنان ثامر الشطري.
طيب مثل ما شفتوا هذا الفيديو، ها عيني، هذا يا هو هذا ثامر الشطري اللي قبل شوية انتقد الأعمال التلفزيونية أنه يقول هذا الشيء غلط، ها لازم تقدمون شيء نظيف للعالم. زين، هاي يعني احنا نقدر نتلافاها ونعتبره انه هذا تمثيل ولو هو غلط، بس نعتبره تمثيل. زين، كيف لا انت يا استاذ ثامر؟ ها هاي حياتك اليومية قاعد بملهى وتبوس بهاي البربوك، ها وشرب وعربده وطربقه. وين يعني وين الفن؟ وين الفن الاخلاق بالموضوع؟ زين انت بدلا ما تحاسب ها وتنصح غيرك، انصح نفسك. زين، شوف نفسك، راجع حاسب نفسك انت جاي تسوي. هسه هذا اللي جاي اشوفه انا لا هو فيلم ولا هو مسلسل، هذا شيء واقع وهاي حياتك اليومية، قاعد بملهى وشرب وطربقه وهاي البربقمك تبوس بيها. هي هاي اخلاق الفنان؟ ها هاي اخلاق الفنانين العراقيين؟ اللي يشوفنا من برا يقول هم ذول الفنانين العراقيين؟ كافي تملق بالكلام، وكافي يعني هذا الكلام البذيء وما اعرف شنو، وتحسب روحك قاعد انه انت تقدم برنامج وتنصح بذاك وتنصح بهذا وما اعرف شنو، وانت يراد واحد اللي ينصحك ويراد واحد اللي يعلمك. عيب، كافي، استحوا. شنو هالحكي هذا؟ محسوبين علينا فنانين وعمالقه وما اعرف شنو، وانتم كل اخلاق ما عندكم. تعالوا شوفوا ايناس الخالدي بمن تحلمت. اليوم فرحانة، كلش فرحانة أنا، لدرجة إنه أنا إذا راح أسولف لكم إياه جسمي كله قشعر من الموضوع. والله جد حلمت بسيد مقتدى الصدر. شنو بعد عمك؟ بمن تحلمتي؟ ما سمعت، بالله عيد مرة ثانية. حلمت بسيد مقتدى الصدر. ها خير يا ستار، حلمت بسيد مقتدى الصدر؟ اي والله شنو هالحلم ما تسولفيني؟ قاعدة يمه وضحك وسولف وياي لابس عمامته. لا خير ان شاء الله خير. قاعدة يمه وضحك وسولف وياك ولابس عمامته؟ لا نعمة، زين. ايه كملي. وقال لي انت نويتي على 4 شغلات و4 اللي نويتي عليهم زينات امشي بيهن. ما ادري اني قاعدة فرحانة. يا عيني قعدت فرحانة قعدت. شنو هذا الحلم بوي؟ شلون جاك هذا الحلم؟ ما تقولي لي ها؟ شنو هذا الحلم؟ اجاك سيد مقتدى بالحلم وقال لك نويت على 4 شغلات ومقضيات؟ شنو هي بعد عمك؟ ها خلينا ساكتين، ما نريد نحكي. ولك هاي بربوق، انت جابك على هاي السوالف. ها هسه تردين ليش موضوع الطشين بيه غير هذا الموضوع طلع بيه، لان هاي شلون اربطها ما ترهم. ها هل يختلط الزيت في الماء يا ها هل يختلط الزيت بالماء؟ شلون رحمتيها هاي؟ اجات سيد مقتدى بالحلم جنب بيتك هي والله يا بربوق.